السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة البقلاوة على الطريقة الأصلية بعجينة سهلة واقتصادية من الدرجة الأولى. هتنسيكي الجلاش وكمان الكنافة. هنعرف كل أسرار البقلاوة من الألف للياء. بشوية دقيق وشوية مية هتعملي أكبر كمية من البقلاوة بطريقة اقتصادية، مقرمشة وهشة وناعمة ودايبة في نفس الوقت، وبحشوة مميزة جدا. هتعمليها بطعم أحلى من بتاعة المحلات بمراحل، ولو أول مرة بتعمليها هتكون ناجحة معاكي بإذن الله من أول مرة. هتنافسي بيها أكبر محلات الحلوانية. يلا بينا نشوف عملناها ازاي، بس الأول لو لسه مشتركتيش في القناة انزلي اشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. أول حاجة هنسمي بسم الله، ومعايا كوباية إلا ربع من المية، مية عادية من الحنفية، وكمان ربع كوباية من المية سبتها كده على جنب كده لو احتاجنا ليها. كمان معايا 3 معالق من الزيت النباتي ما يعادل 38 جرام لو هنوزنهم بالميزان، وكمان معانا كده رشة من الملح ما يعادل ربع معلقة صغيرة من الملح، ولو هنوزنهم هيكونوا 3 جرام من الملح. هنقلب بقى المية والزيت، وكمان نتأكد ان الملح بتاعنا داب تماما تماما. في المرحلة دي محتاجة بس ان الملح يختلط كده مع المية والزيت. وهنزل بقى بربع كيلو من الدقيق ما يعادل 250 جرام من الدقيق متعدد الاستخدامات، منخول طبعا قبلها. يعني لو هنعايرهم كده بالكوباية، كوباية وربع بمج الشاي العادي اللي بنستخدمه في جميع الوصفات. وفي المرحلة دي أنا محتاجة بس إن أنا كده أشرب الدقيق بتاعي بكمية المية وكمية الزيت اللي احنا ضفناها في بداية الخطوات بتاعتنا. وعايزة أقولك نقطة مهمة جدا، لو انتي أول مرة تعملي البقلاوة مهم جدا ان انتي تستخدمي نص كوباية في البداية وبعد كده تنزلي بالمية بالتدريج. عجينتي هنا مهم انها تكون عجينة طرية ولكن تكون مش بتلزق. والدقيق بتاعنا يفضل ان هو دقيق يكون مخصص كده للحلويات، ولو متعدد الاستخدامات برضو هيكون تمام. طريقة العجن بتاعتنا هتديله عرق كده وهيكون زي الفل معانا. بتاخد معايا كده حوالي 10 دقايق لو بنعجن بايدينا بالشكل اللي انت شايفاه ده، وبتكون طرية كده وناعمة ولكن مش عايزاها تكون بتلزق. فعشان كده بقولك خلي بالك من كمية السوائل او كمية المية اللي هتستخدميها في البداية. دهنت كده ايدي دهنة خفيفة من الزيت، وابتديت ان انا أدهن العجينة كده بدهنة خفيفة من الزيت، وهغطيها واسيبها ترتاح ربع ساعة طبعا بعد العجن اللي احنا عجناه لها كده. وعايزة اقولك انا محتاجتش ربع كوباية المية اللي احنا كده كنا محضرينها لو احتاجنا لها. عايزة اقولك مهم جدا فترة ان انت تريحي العجينة حوالي ربع ساعة، عشان لو فيها تلزيقة خفيفة مجرد ان انت بتريحيها كده شوية من الوقت ده بيضيع التلزيقة اللي بتبقى موجودة فيها. خلاص ارتاحت معانا الربع ساعة او ال10 دقايق، وهبتدي بقى ان انا اشكلها على هيئة كرات كده. كل كورة هتكون حوالي 44 جرام. طبعا تقدري تستخدمي الميزان لو متوفر عندك، او حتى بايديكي كده وعينيكي تكون ميزان. لو حابة تعمليها 40 جرام او 50 جرام مفيش اي مشكلة. ترييح العجينة بيخلي العجينة معانا تكون سهلة وطيعة في التشكيل. شكلت معايا حوالي 11 كورة كده بحجم 44 جرام، وحضرت طبق كده ورشة كده معتبرة من النشا. والنشا هنا هيكون عامل رئيسي وأساسي في وصفتنا النهاردة عشان تكون مورقة معانا وما تكونش معضمة ولا ناشفة بعد التسوية. ورصيت كل كرات العجينة بتاعتي، وابتديت ان انا طبعا اغطيها بكيس مطبخ كده نضيف عشان ما تعملش معايا طبقة ناشفة، وطبعا ده شيء غير مستحب تماما لعجينة البقلاوة بتاعتي. وبعد كده هسيبها لمدة 10 دقايق ترتاح معايا كويس جدا. وهنبتدي بقى ان احنا نرش كده رشة حلوة جدا من كمية النشا مهم جدا جدا ان يكون بكمية كبيرة عشان يعمل لي كده طبقات توريق حلوة وتطلع معايا هشة ومقرمشة ومورقة كويس جدا. وهبتدي ان انا افرد كل كرة من العجين كده بشكل دائري. وطبعا مادام هي ارتاحت بعد ما كورتيها او شكلتيها على هيئة كرات هتتشكل معاكي بمنتهى السهولة. وكمان لان العجينة بتاعتنا عجينة طرية
وخد منها كويس جدًا في العجين. ولو حسيتِ إن هي كده عاملة زي الأستك معاكِ ومش بتتفرد بسهولة، تقدري إن أنتِ تسيبيها وترجعي لها بعد 5 دقايق، وإن شاء الله هتتفرد معاكِ بكل سهولة. لحد هنا خطواتنا ما فيش أي مشكلة والدنيا سهلة وبسيطة، بس أهم نقطة إنِّك تستخدمي كمية نشا كويسة جدًا، يعني كرات العجين كده تكون متغرقة بالنشا، عشان النشا دوّة هو اللي هيعمل لِك التوريقات والقرمشة وما تكونش معضّمة معاكِ بعد التسوية. كل كرات العجين هاشكّلها بالشكل الدائري اللي أنتِ شايفاه ده، وكمان هنسيبها ترتاح بعدها بفترة. تقدري تشكليها كده بإيديكِ أو بالنشابة زي ما أنا كنت باعمل كده، وهنا كنت خلّصت كل الكمية بتاعتي، وفي نفس الطبق اللي كنت مريّحة العجين وهي كرات فيها، خدته كده وبرضه رشّة من النشا من فوق كده التوريقات أو العجينة بتاعتي ومن تحتها، وهنغطيها برضه بكيس نايلون وهاسيبها 10 دقايق ترتاح، ودي نقطة مهمة جدًا، جدًا. بعد كده بعد ما مَر 10 دقايق هابتدي إن أنا آخدها كده وهاخد طبقة، طبقة أو واحدة، واحدة كده من العجينة بتاعتي، وهابتدي إن أنا أفردها بس الأول في البداية، وبعد كده هاخد واحدة، واحدة وهاغلفها كويس جدًا بالنشا مرة تانية. يعني عملنا الحركة دي إن إحنا نغلف العجينة بتاعتنا بالنشا مرتين، مرة في بداية التشكيل ومرة كمان بعد ما ريحناها، والمرة التانية دي عشان نتأكد إن كل طبقة من العجين واخدة كمية كويسة جدا من النشا عشان التوريق أثناء الخبز أو التسوية. وبعد كده ببتدي إن أنا أفردهم كده بالنشابة، وبعد كده بساوي الأطراف بالسكينة أو حتى بقطّاعة القراقيش عشان تعمل لي شكل كده حلو، وبعد كده باشكّلهم على شكل مربعات، ويُفضّل إن أنتِ تستخدمي كده المسطرة عشان تكون المقاسات موحّدة ومضبوطة معاكِ. عايزة أقول لِك ما تقلقيش نهائيًا من كمية النشا اللي بتبقى موجودة في التوريق بتاعنا أو اللي إحنا استخدمناها، مش هيكون ليه أي أثر بعد التسوية، وهتشوفي بنفسِك في باقي الخطوات. قطعناها كده بالشكل اللي انت شايفاه ده، وهنبتدي بقى نحشي شوية كده من المكسرات والزبيب مع جوز الهند. ممكن تحشي اي مكسرات انت حباها مفيش اي مشكلة، وكمان ممكن تسيبيها سادة زي ما انت حابة وزي المتوفر عندك. خلصنا كده كل الكمية، وهنبتدي بقى ان احنا ناخد طرف العجينة على الطرف المقابل ليه، يعني يبقى على شكل كده مثلثات، وهنبتدي ان احنا نضغط ضغطات بسيطة كده عشان نظبط العجينة بتاعتنا ومتبقاش مفتوحة قوي بعد التسوية. يعني ضغطة بسيطة كده عشان نقفلها، وعندي صاج مش دهنينه اي مادة دهنية لاننا طبعا هنسقي البقلاوة بتاعتنا بكمية معتبرة من السمنة عشان التوريق. وهنا الكمية ديت اللي كانت بتتقطع معايا في التشكيل المرة الأولانية، خدتها كده وعملتها على 3 كرات وشكلتها بنفس الخطوات، بس طبعا ما حبيتش ان انا اجيب لكم الخطوات دي عشان ما يبقاش الفيديو طويل عليكم. يعني نفس الطريقة اللي عملناها من البداية هي اللي عملناها من البداية بنفس التكنيك كده، هياها اللي عملناها في بواقي العجين اللي طلعت في طريقة التشكيل أو في مرة التشكيل الأولانية. وزي ما قلتلك حابة تحشيها تمام، ولو مش حابة تحشيها بتعمليها كده على شكل مثلثات زي ما وريتك كده، وبتحطيها بقى بترصيها في الصاج وبتسقيها بالسمنة، وبعد كده بتسويها. وهنتكلم عن التسوية المظبوطة للبقلاوة بتاعتنا. زي ما انت شايفة بتتشكل معايا كده على شكل مثلثات، وتقدري تشكليها بالطريقة اللي انت تحبيها، ولكن احنا حبينا نعملها كده بالطريقة التقليدية لكل عشاق البقلاوة الأصلية. الطريقة سهلة وبسيطة وإن شاء الله تعمليها بمنتهى الاحترافية. خلصنا كده كل الكمية، اللهم بارك، عملت لي حوالي صاجين ونص، ودول الصاجين اللي كانوا أو الصينيتين اللي كانوا جاهزين معايا. ما شاء الله اللهم بارك، حاجة كده ما شاء الله، شوية دقيق وشوية مية هتعملي أحلى بقلاوة هتعمليها بإيديك الحلوين. عندي بقى هنا كوباية إلا يعني ناقصة كده معلقة كبيرة من السمنة، طبعا مسيحينها على النار على نار هادية، وهنبتدي نسقي بقى كل قطعة من البقلاوة على حدة، لأن كل واحدة هتتسوى كده وتتشرب من السمنة. فمهم جدا جدا ان انت تسقيها بكمية سمنة وفيرة، وطبعا السمنة الزيادة تقدري ان انت تصفيها بعد كده وتستخدميها في اي حاجة تانية.
يعني كمية السمنة اللي هتضيفيها هي اللي هتسوي معاكي البقلاوة وهتطلع إن شاء الله مورقة معاكي وزي العسل. هبتدي بقى أدخلها الفرن، طبعا مسخنينه قبلها ب10 دقايق على درجة حرارة 160 لو الفرن بتاعك متوسط الحرارة، ولو الفرن شديد هتكون بدرجة حرارة 150 وبيقعد معانا من 40 ل45 دقيقة عشان تاخد الشكل الذهبي أو اللون الذهبي اللي انت شايفاه ده. وببتدي ان انا اسقيها بالشربات اول ما بتطلع معايا من الفرن، يعني الشربات يكون شربات وسط وكمان يكون بارد، والبقلاوة بتاعتي بتكون سخنة. والشربات طبعا عملناه مع بعض اكتر من مرة في القناة، فما حبيتش ان انا اطول عليكم الفيديو، وهقولك عملناه ازاي. عبارة عن كوبايتين من السكر وكوباية من المية وعصير نص ليمونة ومعلقة عسل كلوكوز، ويدوبك بعد الغليان 10 دقايق ونطفي عليه وهيكون جاهز معانا. وما ننساش رشة فانيليا عشان ريحته تقلب الدنيا حرفيا. طلعت معانا ما شاء الله اللهم بارك، حاجة كده بتاخد العقل، مورقة وناعمة وهشة ولذيذة وريحتها قلب الدنيا حرفيا. أتمنى تجربوها وتقولولي رأيكم في التعليقات، ولو لسه أول مرة تشوفي قناتي أتمنى تشتركي معايا وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.